بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم أحلى متابعين؟ النهاردة بقى معانا الفيديو ده مليان خير ومليان بصوا من خيرات ربنا، واحنا اللي أكلنا البط فينه. احنا اللي أكلنا البط فينه، ويا ريتنا كنا عاجبينه. بسم الله ما شاء الله. بص انا جايبه الفينو ده كله عشان البط، بس انا بصراحه هطمع فيه ومش هديه كله للبط. هعمل فيه ايه؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل فيه ايه وهنقسمه ازاي وهندي للبط ايه واحنا هناخد منه ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله. الشوال ده كله انا جايباه ب160 جنيه، وطبعا احنا عارفين ان الكيلو الواحد في الفرن بيتباع من الكحكه او اي حاجه او القرص او اي حاجه بتتباع الكيلو ب80، يعني الشوال كله بحق 2 كيلو بس من خير. بسم الله ما شاء الله. انا طبعا جايباها للبط، بس انا بقى يعني مستخسره بصراحه ان انا ادي كله للبط. لازم كده اتنصح بقى واشغل الفهامه كده واشغل مخي وانقي منه شويه حاجات لينا. اطمع في البط ولا ايه؟ المهم ان انا ايه، بصوا بهش البط علشان ما يجيش جنبه ولا يبهدله. الحاجة ديت انا هنقيها الاول وهطلع منها شنطة مليانة قرص، وشنطة مليانة فطير، وشنطة مليانة سميط، وشنطة مليانة باتيه. الباتيه اللي هو بالشوكولاتة والباتيه اللي هو بالجبنة، عارفينه طبعا الباتيه والكحك ابو عجوة والقرص ام عجوة كل حاجة. بعمل بقى انا ايه بقى؟ بشغل الفهامة. انا بقى بروح له بقول له انا عاوزة ايه، شوية فينو حاجات ايه للطيور. فهو بيبقى مجهز شوال، يعني بيبقى مركون عنده مثلا بقاله 4 ايام 5 ايام كده. فبيقول لي ماشي عندي شوال جاهز تاخديه. بقول له طيب ماشي. يعني بقول له طيب هاخده، بس ايه بطنش بصراحة، بستنى لما بيبيعوا ويبيعوا وخلاص. واروح له بقى تاني يوم يقول لي ايه، واقول له مثلا عايزه برضو كفينو كده، يقول لي طيب يعني يديني بقى من الحاجات اللي هي بقى لها مثلا ايه، بقى لها يومين مثلا مخبوزه، يعني مثلا خبزها بقى له يومين او 3 بالكتير. فبتبقى بقى ايه موجوده، يعني لسه بيبيع منها. فبيعبيها لي بقى ايه كل مثلا بتاع امبارح او اول امبارح بيعبيه كله في الشوال، ويقول لي ويوزنه لي بقى ايه الكيلو ب10 جنيه. الكيلو ب10 جنيه، يعني الشوال ده كله ب160، في 16 كيلو 160، يعني بحق 2 كيلو من الكحك اللي هو بيتباع طازة لسه طالع من الفرن حالا، اللي هو بيبقى ايه لسه سخن. لا وعايزه اقول لكم ان هو طري في ايدي، يعني انا بمسك مثلا القرص كده بلاقيها طريه خالص. ما انا بقول لكم ما عداش عليها يوم او 2 اهو. بصوا وهاكل منها كمان اهو زي الفل. ويعني عايزه اسخنها بقى واخليها سخنه، بحطها في الفرن شويه في صينيه مثلا، او ارصهم في صينيه وادخلهم في الفرن 5 دقايق واطلعهم بيبقوا بصوا ملبن كده معايا. بنفطر بقى بيه بشويه شاي بلبن بشويه جبنه. عايزه اقول لكم بقى ان انا مليت كيس قرص، والله يجي مثلا 5 كيلو 6 كيلو قرص. انا لو هعملهم في البيت يعني هيكلفوني مثلا 500 600. ما الحاجه ما بتتكلفش قليل النهارده والله. فبصوا هامله بقى شنط كده وهوريكم الخير اللي هيطلع معايا من الفكره دي. هو طبعا كده يعني مش هو يعني ما بيخسرش، هو كده بالحاجه دي بيبيعها ليا لغيري بيبيعها. فهو ايه كل حاجه وليها رزقها يا ولاد، كل حاجه بتيجي برزقها، يعني ده ارزاق مقسمها ربنا. فالحمد لله. شوفوا فينو وسميت وقرص وباتيه، كل حاجه موجوده في الشوال. فانا بقى بملى بقى تلاجتي، بحط بقى في الاكياس مثلا 5 كيلو باتيه 5 كيلو قرص، واحطهم بقى في التلاجة واطلع منهم بقى كل يوم كده ايه 6 قرص كده 5 قرص وايه واسخن ونفطر. بيوفر معايا بصراحه، مش هكدب عليكم، بيوفر معايا جامد قوي. فبس مش البط بس اللي هياكل، لا ده احنا كمان اللي هناكل معاه. بس ولو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تعملي لي اللايك بايدك الحلوه. وعايزه كمان حابه ان انا اشكركم واشكر كل المتابعين عندي في القناه، منوريني ومشرفيني واخواتي وحبايبي وفي عيوني. ويا ريت كده يا رب يديم التواصل علينا، واللي عنده سؤال مثلا عاوز يسالني في حاجه يتفضل يكتب لي في التعليقات. ومثلا نشارك بعض كده في الفيديوهات، يعني نقول رأينا لبعض
حابه ان انا مثلا اسمع اعرف مثلا انتوا من انهي بلد برضو بتتابعوني كده يعني، فاهميني؟ فكلكم حبايبي واخواتي ومنوريني ومشرفيني في القناه، يا رب يخليكوا ليا. وعايزه اقول لكم بقى ان الفين والحاجات ديت بتبقى مغذيه قوي للبط. ليه؟ لان بيبقى فيها نسبه زيوت. الزيوت اللي فيها دي يعني ايه بتسمن معانا البط وبتبقى حلوه قوي. فهي فايده برضك حلوه قوي. مش بس طبعا ما ينفعش اطلاقا ان احنا نحط الفينو من غير رده، ما ينفعش خالص، لازم معاه الرده بقى. مادام جبنا فينو، طبعا انتوا عارفين الفينو والكلام ده ما فيهوش اي نسبه رده نهائي، بيتعمل بدقيق زيرو، زيرو رده. يعني معنى كلمه دقيق زيرو يعني زيرو رده، ما فيهوش نسبه رده نهائي. فاحنا بنضيف بقى الرده للفينو دوت علشان ما يلبكش طبعا معده الطيور. فطبعا العيش البلدي بقى حلاوته في ايه؟ في ان هو بيبقى فيه رده. ممكن تضيفي نسبة ردة قليلة او ممكن ما تضيفيش، ممكن تديهم العيش كده على طول، بتكسريه وبتديهولهم على طول. بيبقى حلو. ليه؟ لانه في نسبة ردة عالية. لكن الفينو بقى لازم نضيف الردة، يعني علشان برضو ايه ما حدش يعمل زي ويجيب فينو ويدي كده على طول وايه ويرجع يدي عليا، حرام. لازم برضو اقول لكم المعلومة كاملة. اذا كنتوا هتجيبوا فينو يبقى لازم الردة معاه ضروري. وطبعا بنضيفه على الخلطة بتاعت الطيور كلها. يعني مثلا ايه، انت مثلا عاملة خلطة عبارة عن دشيشة وردة وعيش اللي هو التاني اللي هو البلدي والردة، فبنضيف بقى ايه الفينو بنسبة كده ايه بسيطة يعني. وبنقلب بقى كل الخلطة مع بعضيها وبنديله يوميا. ويا سلام بقى لو حطينا على العليقة بتاعته البط شوية توابل بقى، اللي هي بقى ايه كمون وكزبرة وتوم باودر وبصل باودر. الحاجات دي فعلا والله عن تجربة فعلا بتفتح الشهية جدا عند البط، بتفتح شهيته جدا على الأكل. وكمان الكركم والحلبة، يعني الحاجات ديت مغذية وفي نفس الوقت بتفتح شهيته قوي قوي قوي، وفي نفس الوقت فيها مضادات أكسدة وفيها مضادات حلوة قوي طبيعية. علشان لو في اي ميكروب اي فيروس اي حاجة في معدة الطائر، اسهالات اي حاجة من الحاجات دي بتمنعها. فشوية التوابل اللي احنا بنحطهم على الخلطات والعليقة دي بتبقى حلوة جدا بصراحة. وزي ما انتوا شايفين بقى انا مليت شنط كده جنبي ما شاء الله. ربنا يكتر الخير يا رب في بيوتنا، بسم الله ما شاء الله. والله الحاجة نظيفة زي الفل. بقول لكم جايبها لي من السجان اللي بيبيع منها، يعني مش مركونه ولا اتركنت مثلا 5 ايام حتى، ما اتركنتش نهائي. معبيها لي كده من السجان اللي بيبيع منها. فانا طبعا يعني الحاجه حلوت في عينيا بصراحه. قلت لا مش هديها للبط بصراحه كلها، ويبقى حرام عليا والله لو رميتها للبط كلها، لان حاجات زي الفل وحاجات نظيفه وحاجات جميله. لو انا بقول لكم لو انا هعملها والله هتكلفني كتير قوي، هتكلفني 500 600. فالحمد لله يعني ربنا بيرزق يا ولاد والله. الحمد لله ربنا يا رب يرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. فبطلع بقى يعني يوميا كده، ممكن اطلع مثلا قد 5 6 قرص كده اسخنهم في الفرن. وبيوفر معايا بصراحة، لاني انا البطاقة بتاعتي ما فيهاش عيش اللي هو المدعم، فبشتريه بصراحة والله بالفلوس. يعني كل يوم بشتري مثلا عيش ب20 ب30. فالفينو ده بقى بيجي بيوفر معايا بصراحة. يعني الحمد لله ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. الحمد لله ربنا ما بينساش حد يا جماعة، الحمد لله. ولازم برضك نحبق وندبق ونوفر حاجة من هنا حاجة من هناك. انتوا عارفين بقى خليكم مقدم شاطرة وبتعرف توفر. اعملوا زي كده ووفروا. الدنيا اللي احنا فيها دي بقت الاسعار بصراحة نار، ولازم الناس ايه يعني تفكر شوية كده في التوفير. برضك نعمل كده اكلات خفيفة زي ما وريتكم كده ساعة المحشي كده. انا بنزل السوق طبعا ايه يعني زي ما وريتكم انا بنزل اخر النهار عشان اجيب الحاجة بتاعتي رخيصة شوية. يعني مثلا برضو ممكن يوم كده مثلا ايه صرفت في حاجة اوفر في حاجة تانية. يعني ايه اعمل حسابي كده، مادام انا صرفت في حاجة النهاردة كتير قوي، مثلا جبت علف للبط او صرفت مثلا
جبت كتاكيت، جبت علف الكتاكيت كده، فايه اوفر بقى في حاجه الاكل. اوفر ازاي بقى؟ يعني ممكن اعمل مثلا اكل خفيفه، مثلا اكله مثلا فول بقوطه، او مثلا شويه رز وشويه فاصوليا كده من غير حاجه، يعني بتبقى زي العسل والله، بتبقى جميله جدا. واليوم بيعدي وعادي، وبناكل وبنشبع برضو، ومش لازم لحمه وفراخ على فكره. ومش هذبح طبعا كل يوم البط بتاعي، يعني برضو البط دوت مثلا ايه، لو نويت اذبحه مثلا ببقى مربيه مثلا قبل رمضان مثلا 10 بطات 20 بطايه، ببقى مخليهم مثلا لموسم زي كده، وبتتقضى والله. بس اهم حاجه الواحد يحمد ربنا، ونتقابل بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.